بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدمته السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للابن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر. ويأتي هذا التعديل من أجل تمكين أجراء القطاع الخاص من هذا الإجراء بأثر الرجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام. مرحبا سيد الوزير. اهلا وسهلا. سيد الوزير، السؤال ديالي كيتعلق بما جاء في بلاغ مجلس حكومي حول التعويضات المرتقب بانها تزيدها الحكومه لفائده افراد العائله. على السينيسيس. شنو ملي غتجيب هذه الميزانيه العائله، شنو تصو الحكومه عفوا، وهل عندكم معطيات حول كيفيه تنزيل هذا المرسوم هذا؟ شكرا. اوكي. سؤال ثاني بخصوص ملف التقاعد، اصلاح انظمه التقاعد. كاين واحد التعثر بخصوص اللجنه التقنيه من 18 شتنبر، كانت الدعوه ديال وزيره الاقتصاد والماليه الى حدود الان ما انعقدتش، والنقابيين كيقولوا بانه مرتبطه بالاحتجاجات اللي كانت، وبان الحكومه تتفادى ان تصب الزيت على النار. بخصوص التعويضات المتعلقه بالموضوع ديال سينيسيس، اولا هذا الموضوع هذا كيجي في اطار الاتفاق اللي كان مع النقابات. كان اتفاق مع النقابات على اساس انه نرفعوا من القيمه ديال التعويضات اللي كيستافدوا منها الاطفال الاول والثاني والثالث، وايضا الرابع والخامس والسادس. فهذه الاجراءات هذه كلها طبقات على مستوى القطاع العام، واستفدوا منها يعني الاسر والاجراء. دابا الان بخصوص القطاع الخاص، خاصه الناس اللي كيتلقاو هذه التعويضات من عند صندوق يعني الوطني للضمان الاجتماعي، هذا كيجي في اطار هذا الاتفاق هذا اللي الغايه منه مع النقابات طبعا المركزيات النقابيه، واللي الغايه منه هو الرفع من القدره الشرائيه ديال اجراء القطاع الخاص. هذا الاجراء هذا سوف يطبق باثر الرجعي من فاتح يناير 2023. دونك غيطبق باثر الرجعي، غادي يقبطوه على شكل واحد رابيل واخا قليل. وهذا الاجراء غيستافد منه 136,754 مستفيد، اي ما يعادل 165,249 طفل من ابناء المؤمنين الذين لديهم 4 أو 5 أو 6 اطفال مستحقين للتعويضات العائليه خلال سنه 2024. هذا الارقام 24. وبتطبيق هذا الإجراء لسنة 2025 نعطي غير الكلفة التقديرية، فإن تكلفته ستبلغ 122 مليون درهم. هذه التكلفة ديال هذا القرار هذا، أي ما يعادل 1% من إجمالي نفقات التعويضات العائلية الممنوحة برسم سنة 2025. فالأرقام تؤكد بأنه الأطفال يعني الأسر، عدد الأطفال ربما كثار في 4 الأطفال، ولكن 5 و6 شي شوية قلال. وهذا عود موضوع واحد آخر يحتاج إلى نقاش واحد آخر. جاوبت على الأسئلة المرتبطة خصوصا ديال التعليم. بقى الملف ديال التقاعد. نأكد ربما في جميع المرات اللي كنت تناولت هذا الموضوع هذا قلت بأنه الحكومة عندها واحد الرغبة في أنها تعالج هذا الموضوع في إطار مقاربة تشاركية، وهذا هو ما يتحقق. كنشوفوا اللجان التقنية، قبل من اللجان التقنية اللجنة الوطنية اجتمعت، بدات اللجان التقنية الآن غادي تشتغل. الحكومة تؤمن بأنه أي إصلاح خارج هذا الإطار هذا الحكومة ما غاديش تمشي فيه. الحكومة مؤمنة بضرورة أنه يكون حوار ونقاش مع النقابات واتفاق من أجل أننا نمضي في هذا الملف هذا. شكرا.